يا نهار اسود ده حبيبي. فولور دي يعني ايه؟ جايبين بلار ينفخوا فيها فكرت تدار عليا. اي نصلي بيبو. حرب بتاخد لها في العادي كده، لما تخش حرب انت بتخلصها في قد ايه؟ يا عم هي اتحسب كوسه مش عاجبك. كوسة ايه يا عم؟ هو عشان ابن منطقه ابن شرعه. انا اتبهدلت في الحلقه دي، انا طالع ابن ناس في ال3 حلقات. شفت انني بنعدل على شايف معايا عبقري. هو في ميكانيكا مكن، وفي ميكانيكا عربيات، وفي ميكانيكا، في كذا ميكانيك. المصحف الاجابه اللي فاتت كان يا عم خلاص كان بيقول له زعربان. اجابه صحيحه. طاسه. اطلع بره. اللي جاي احلى مع فاتيكا جيل، مفيش مستحيل. يلا بينا نبدا حلقه جديده من برنامج طاسه وشب. طاسه طاسه خلاص كده. عارفين قواعد طاسه وشبر؟ اكيد طبعا. يعني احنا محتاجين نشرحها للحمو. ممكن بس سريعاً بس. لا 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 لكلاي لكولي لكلاي لكلاي بقى. كلاي خلاص. انت كلاي كلاي ولا كولي؟ يعني بابا كان عايز يسميك كولي. فانت ايه بقى؟ كلاي صح؟ نرحب بضيف الحلقه محمد علي كلاي، القادم من الرياضات الثقيله كلها ضرب وخرشمه والتنين، يعني الحركات والاكشن والبطولات. حبيبي يا استاذ مؤمن، بطل جهته زي ما كلنا عارفين. حبيبي بابا، وبيبو فخر الرياضه. الله يبارك فالحلقه دي في الملاعب المصريه فيك بس. ان شاء الله. يعني طاسه وشبر، الاجابه الصحيحه فيه بتبقى طاسه وبتاخد نقطتين. في حاله ان انتوا الثلاثه ما عرفتوش الاجابه بناخد 3 اجابات منكم، واقرب اجابه بتبقى هي بالشبر، اقرب للاجابه الصحيحه فبياخد نقطه، وابعد واحد عن الاجابه الصحيحه بيبقى سالب، واللي في النص بيبقى صفر. ما بياخدش ولا بيدي، لا بياخد ولا بيدي. تمام؟ انت مفهوم؟ نبتدي حلقتنا بسؤال السرعة. السؤال بيقول: في أي أغنية شعبية قال الشاعر قالت لي طمن قلبك حط في بطنك بطيخة صيفي؟ حمو بيك. في أي أغنية شعبية زنوبة صح. في أي أغنية شعبية اسم الأغنية قال الشاعر قالت لي طمن قلبك حط في بطنك بطيخة صيفي؟ أم الحنة. إجابة خاطئة. بالله عليك السؤال ده انت بتجيبه من دماغك صح؟ اقسم بالله انا متاكد مليون في المية، لان ده الشعب الوحيد اللي بيجي. لا ما انا ما اعرفش اكيد. قالت لي ايه؟ قالت لي طمن قلبك حط في بطنك بطيخة صيفي. شايفاه لك نقطة سودة بكرة تتحول للولي. لا ما اعرفش. استنى مفيش؟ أنا دلوقتي هتجيبه؟ قول اختيار طيب من متعدد يعني. اختار بين متعدد. اختيارات صح. مهرجان عالم فاسد، مهرجان الليل والنهار، ليل والنهار صح. مهرجان بحر النجوم. بحر الليل والنهار. والله النجوم الليل إجابتك والنهار. الليل والنهار. الليل والنهار بحر النجوم. بحر النجوم إجابة صحيحة. أنا قلت لك بحر. اللهم صل على النبي. بادئين الحلقة ما شاء الله عليكم في التفاهة مش عارفين. اللهم صل على النبي. عشان كده قلت لك هات ده اختيارات. اقسم بالله ما اعرف ده مهرجان ايه. سمعت عالم فاسد عشان سمعته قبل كده. ما هو عالم فاسد ده بتاع حمو بيكا. زين النوبي ده بحر النجوم ده كان فيه بيكا؟ لا طبعا. امال ايه ده؟ لا يا عم، بحر النجوم ده بتاع زين النوبي. احنا واقفين عند سؤال السرعة يا جدعان ومش عارفينه، هنكمل ازاي؟ يلا يلا ان شاء الله ان شاء الله انا هكتسح الحلقة دي. انا جاي الحلقة دي بغل. بيتحداك كل تنين. مرة بيكسب. يعني بيقول لك جاي يستسع وجاي يعمل وكل مرة بيكسب. يلا نبدأ أول سؤال لبيبو. السؤال بيقول: نظرية النسبية الخاصة أعلنها ألبرت أينشتاين سنة كام؟ خش اللي جاب طب يعني اكتساب. دي معلومة للناس. أنا جبت في الثانوية العامة في الفيزياء 30 من 60، في الكيمياء 30 من 60، في الجيولوجيا 30 من 60، في الأحياء 30 من 60، ودي مالهاش علاقة. بس انت في الألماني 20 من حقيقي بسم الله 40. ما شاء الله عليك. وأقسم بالله دي درجات حقيقية. يعني أنت جايب مجموعة كان 52%. كان 56 ونص عادي.
جاب 56% جاب في العربي درجات كويس، عربي وانجليزي. 56 من 80 و36 من 50 دي درجاتي كلها في ثانويه عامه. بسم الله ما شاء الله ماشي عليك. حافظ هذا كلية هو بتاع بتاع- كويس نتيجة يعني. فاهم. لا ما معاك انا لسه في أرقام. كليه، ما لا، انا لا، لسه لا. لحد دلوقتي بسقط في تربيه رياضيه بنين ابو ايه. ماشي اقول الاجابه يعني بسم الله الرحمن الرحيم. 1914. 1914. التنين، اديني رقم يا جميل. طب استاذ 1934. 1934. رقم 4 مميز بالنسبة لكم، تستخدموه كتير. 1886. 1886. اينشتاين اينشتاين ما ما كانش اتولدش اتولد يا بالتلميذ. عم والله. لا 86 كان اتولد بس لا حقيقة حمو بسم الله ما شاء الله عليه يعني. شفت محاطة قبل الحلقة تقول لي ان هو يخرب الدنيا. والله متحمس بس هو جدا. بسم الله الإجابة الصحيحة 1905. فالنقطة هتروح لبيبو. وقال كام؟ قال 14. 1904. وكده احنا محتاجين نحسب بقى مين فيهم اللي هينقص سالب واحد. السالب واحد هيروح للتنين. صح وعندك صح مش محتاجة اصلا. انا سيد. 31 و19 بداية مبشرة. معاك يا استاذ مؤمن كمل. السؤال اللي جاي ده ليك يا تنين، ماشي بما انك بتلف كتير في المناطق العربية المجاورة. معاك انا. كنت لسه يوم 14 انت في مكان كويس. كنت فين؟ تقول ايه؟ يوم 14 ماله كنت كنت فين؟ فين؟ كنت في الشغل يا صاحبي، اكل عيش. ما سافرتش بره يعني؟ لا كنت في الساحل، كنت مسافر برضه. بس ماشي. ده سفر محلي، التاني سفر دولي. وهي برضو حاجة برضو فيها سفر كده، فأنا عارف إن السؤال ده أنت هتجاوب يعني، أنا واثق فيك، خلي بالك. حبيبي يا استاذ مؤمن. السؤال بيقول: إيه هي عاصمة سلوفينيا؟ سلوفينيا. لا انت سلوفينيا ده محتاج ما خلي بالك. ده مرض بس نفسي ان ده. انا مش على العاصمه دي ما دققتش فيها. مش فاكرها أنت عارف- لما جبنا بقسماط من هناك؟ عارف انت لا، لو مش كنت لما قلت كنا جايبين لب ما تكدبش. والله أنا كان مش لب فاكر مش برضه، بقسماط. أنت عارف برضه ذاكرتي على قدها شوية. عاصمه سلوفينيا فيرجينيا. الساحل أيوة. أيوة الساحل. اي حاجه على نفس الوزن. أنا؟ خد بالك انت قربت. محمد علي. سلوفينيا. سلوفينيا هي مم. هي زي ما هي إجابة محمد علي. إجابة خاطئة. بسم الله ما شاء الله عليك، دماغك عبقري عبقري. اسحب اللي زويل زمان. بيبو، اديني إجابتك. والله ما يعني مش عارف. والله معاك حق، أنا نفسي أنا مش عارف أقولها لك أصلا هنطقها إزاي يعني. طب يا سلوفينيا دي في قاره ايه يا مؤمن؟ اوروبا. بيبو قالها لك، بيبو بيسافر كتير خلي بالك. سلوفيتشوك. هو باين عليه. ايوه انت قربت. الإجابة ليوبلينا. اه محدش يقول لي أقولها تاني بعد لينا. إذنك. اوه. كنت هجيبها على فكرة. حاسس إن أنت كنت قريب يا بيبو. اكيد لا. اكيد لا. لا بس يعني النقطة هتروح لمحمد علي، اكيد. عشان هو قال سلوفينيا والدولة سلوفينيا، فقال أي حاجة تمشي كوسة، أو عشان هو ضيف الحلقة بصراحة. عشان انا بقى زميلك وفي كده. الجيم وكده وماشي بالحب يعني. واللي هياخد سالب هو بيبو. النتيجة حاليا بيبو 0، التنين سالب 1، ده لسه اللي جاي. والضيف المحارب هو انا اجابه صح بس 1. حقيقي انت بسم الله ما شاء الله عليك. لسه. استنى اقسم بالله نسيت بس عشان احفرها في دماغي عشان نسيت لسه إيه؟ واخد. عاصمة سلوفينيا ايه؟ يا عم أنا قلت لك ما تسألنيش تاني، أنت قولها بتعمل بالله. ليه؟ ليوبلينا. ليوبلينا. أيوه هو هي دي جدع. السؤال اللي جاي للتنين: في أي سنة انتهت الحرب العالمية الأولى رسميا؟ وخد بالك من رسميا دي، عشان دي هي سؤال يا صاحبي ابتدت 1900 حاجه و20 23 حاجه و20. ماشي. صح انا بتكلم صح والله. انتهت سنة كام يا صاحبي؟ اديني انتهت بقى، يعني البداية مبشرة، فاديني النهاية. انا بتكلم في الصح يا جدعان. ماشي جاوب. الأسلوب- طيب جاوب. انتهت خدت يعني لها هتبقى تاخد لها بتاع الحرب بتاخد لها في العادي كده، لما بتخش الحرب انت بتخلصها في قد ايه؟ 3 ايام مثلا.
يعني حوالي يعني 1900 مثلا 28. 1928. خلي سنة 3. نروح لبيبو. انا اجابتك ماشي خلاص، يعني انا كده ان شاء الله اخدها 2 انتهت، يعني ان شاء الله في ابريل 1918. والله انا مش متاكد من حوار ابريل ده، بس 1918 بس انا أنت قلت متاكد السنة. ان هي 1918. اجابه صحيحه. هي ما ابتدتش 20 ده الثانيه اللي ابتدت 20 صح؟ الثانيه ابتدت 20. حاجه 20. بيتها بيلعب كورة فيها. بص يعني انت مش عارف انت بتاخد تاريخ عند مين؟ محمد سيد. لا لا بص صعب. سمعة الراجل. وكده النتيجه بيبو 2، التنين -1، وضيف الحلقه كلاي 1. السؤال اللي جاي سؤال مرعب، رياضة سؤال رياضه. ده ليا ده ها. ولا انت هنبتدي بالتنين وبعد كده عمو علي. كلاي التنين ما وبعد بيجاوبش كده عليه. بيبو. التنين، ركز يا تنين في السؤال ده. مين اللاعب اللي لعب لبرشلونة وانتر ميلان وتشيلسي؟ برشلونة انا قلت لك ان السؤال ده كنت عارفه. وانتر ميلان وتشيلسي. فيدال. فيدال. ابو عرفي ده صح؟ اه ماشي. قريبة. كلاي اجابتك برشلونة وانتر ميلان. وتشيلسي. كان بيلعب باك ده انا عارفه. يا باك يا ياف. انتوا ايتو. ما بيلعبش في تشيلسي يعني. صامويل ايتو اجابة صحيحة. لا، بس انا عندي لعيب تاني، مين؟ ريكاردو كواريزمي. احنا كنا حاطين في الاجابات ايتو، ياخدها ولا ما ياخدها؟ لا ياخدها حقه طبعا. يا باشا دليد دي حقه المفروض طبعا. ما دام ليها لاعبين يا صاحبي يبقى النقطه دي طبعا. دليد. حقه يا باشا براحتنا يا باشا. حقه، بس صح كده يعني دي. الصراحة عندي حاجة كم. كده محمد علي يبتص الإجابة فبياخد نقطتين، والتنين وبيبو كل واحد فيهم هياخد سالب. ليه؟ اعترضتوا على الإجابة. والله ما اعترضت، لا والله ما اعترضت، انا قلت اعترضت. له لا اله الا الله، الله ينور يا صاحبي. وربنا ما اعترضت. اعترضتوا، مش عايز اسمع صوت. اتكلم يا باشا. راجعوا على محدش يتكلم. وكده النتيجة بيبو 1، التنين الأسطورة -2، انت خليت فيها اسطوره. وكلاي 3. وراح من بيبو سؤال الرياضة. اه طب باشا انا ما كان عندي كده. ما تتكلمش بقى انا يا ماليش سيدنا دعوة تاني. معترض تاني. السؤال اللي جاي للتنين. السؤال بيقول نظرية الانفجار العظيم، طبعا عارفها، بدأت تتبلور علميا سنة كام؟ البلور دي يعني ايه؟ جايبين بلور ينفخوا فيها وبتاع. البلور ازاي برضه يعني؟ تتبلور دي يعني ابتدت تتكون. كانت في أبيسة ايه؟ مش الكام صح. العشاء. قول لي بس السؤال تاني بعد اذنك. نظرية الانفجار العظيم، قنبلة، بوم، بدأت تتبلور، بدأت تتشكل علميا في أي سنة؟ هي ممكن برضه اسال سؤال كده، هي القنبله اللي انت بتقول عليها دي اللي هي تشيما؟ يا ابني في إيه يا ابني؟ قعدتني انا هعتزل البرنامج ده بسببك. لا لا لا، هي اسمه انفجار عظيم بس هو ما فيهوش قنبلة، أنا بس بقول قنبلة للتوضيح. انت قلت لي قنبله فانا يعني عشان كده أنا- بسالك تشيما ولا لا. أنا عارف يعني إن أنت راجل، معلش قنبلة. إن أنت راجل بتحب انت عايز تعرف الحاجات سنه اللي فيها كام بوم يعني؟ دي. اه هي نظرية اسمها الانفجار العظيم. سنة كام؟ في أي قرن؟ في أي عقد؟ يعني في الكام؟ في السبعينات، الثمانينات، الخمسينات؟ طب بص انا هقول لك رقم وعايز اشوف اللي بيضحكوا دولت هيجاوبوا ازاي. ماشي يا صاحبي. وصلنا كابتن شحيور لا الجامد ده. كابتن بيبو 1900 و 1900 اديني إجابتك يلا على طول.
وقتك خلص. 1945. 1945. نروح لبيبو، اجابتك 1900 وبس. 1900 وبس. الاونا كلاي اجابتك 30. 1930. الإجابة سنة 1920، فالنقطة بتروح لكلاي والماينس بيروح للتنين، والتنين بيطير بعيدا عن السرب. فكده بيبو معاه نقطة، التنين -3 ويا له من رقم، وكلاي 4 في الصدارة. لسه جاي. ربنا يحميك يا ابني. السيجارة ما عملتش شغل. فيست. ركز معايا مينا كده، مينا. في القهوة. السؤال اللي جاي للتنين. للتنين. معاك انا معاك. هتروح فين تاني؟ ايه هي عاصمة المغرب؟ عاصمة المغرب. مالك طيب واقف على ايه؟ عطلان في ايه؟ كازابلانكا. هي والله هي والله حلوة. هي قريبة يعني، يا رب. بس لحد هنعمل ايه يجاوب. طيب؟ مش بايدي والله. بيبو اجابتك الرباط. الرباط، اجابة صحيحة. طاسة. بيبو بياخد نقطتين. وانا ما اخدش حاجة. ها؟ محدش بياخد حاجة. بعد التصة ما حدش بقى. وكده النتيجة بيبو يبقى 3، التنين -3، كلاي 4. الشغلانه دي مش نافعه، لازم انا افوق كده. يلا بينا. السؤال اللي جاي هما للتنين. كده خدوا وقتهم. يلا وبعد بينا بقى اللي كده جاي احلى. انا عارف ان انت هتجاوب على السؤال ده على فكرة. ماشي صح. السؤال ده بتاعك اصلا، انا حاطه في الحلقة مخصوص ليك. من هو هداف الدوري الانجليزي موسم 1994 1995؟ بتاعنا ده. حلو قوي ده. وبيبو بيسخن حلو أوي ده. علشان ينزل ارض الملعب. كده انا التاني. لا، بص يا صاحبي، انت صلي على التاني. النبي. عليا عشان- افضل الصوت عشان والسلام. اجي معاك في الدغري. ليه؟ تعال. انا عارف بعد الالفينات. اه تمام. لكن قبل الالفينات دي ما اعرفش. والحاجه اللي مش هعرف اقولها يبقى ما جاوبش احسن يا عم. لعيب قديم كده انت بتحبه بتاع. ما انا بقول لك مش ما عارف أكيد لا. لعيبه بعد انا التسعينات. مش عايز اقول له ان هو نجمه المفضل يعني. فاكر انت؟ مين؟ انت بتسأل. كان قول أي عامل حاجة. كده حتى. قول اي حاجة خلاص. نجمك المفضل ما صاحبي انا ده بقول انت بتحتفل احتفاليته وانت بتنسى ولا ايه؟ انا بقول لك الناس اللي هي بعد الالفينات اللي هو سواريز والجماعه دول انا عارفهم. ايوه سواريز كان بيلعب في ليفربول. صح ماشي. ولا؟ ايوه بتكلم في الصح. مؤاخذة ما فيش إيميحة دي، كنسل على الميحة دي هنا كلاي. إيه؟ اجابتك يا كلاي. سواريز صح. سواريز. ما هو ماشي. كده كده مش سواريز بس ماشي على ماشي. اجابتك يا كلاي. مش عارف هو ايه والله، بس نقوله نروح نقوله. وقتك خلص. بيتر كراوتش. بيتر كلاوتش، ولها من اجابه. ولكن طردان للاسف يعني انت فاهم، او هنروح بيتر بتاع سبايدر مان. لبيبو. خلاص يا عم ما تقولش. اتفضل يا بيبو. موسم 94 95 اللي انت بتتكلم عليه ده، اللي خد الدوري السنة دي كان بلاك بيرن روفرز. تمام. هو الراجل ده والسنة دي لا، ده النادي. السنة دي اللي خد فيها الهداف طبعا، الهداف التاريخي الأول للدوري الإنجليزي ألان شيرر. بتتكلم كده ليه؟ ايه؟ تقول ايه؟ ألان شيرر. يا جماعه انا مش سامع تسقيف ليه يا جماعه؟ ارحمنا ارحمنا، اعمل معاك ايه؟ تعبتنا يا راجل. هو اكتسح خلاص، ما زي نجمه المفضل ده. ايوه انت لخبطتني انا نفسيا. هو ايه نجمه المفضل؟ دي حركه كده بس يعني اقسم بالله حلوه بقرب له بيتر كراوتش النتيجه. دي ان هي فاهم هو نجمه المفضل باسم بورسي. يعني يمكن فاهم. ولع سيجاره والله. السؤال اللي جاي لكلاي عشان التنين شكله مرهق النهارده.
في اي سنه؟ بس يعني عايزين نقول السؤال بطريقه مختلفه شويه. نظريه الانتقاء الطبيعي جبتها عسل دي. انت كده جيت في بيحبها ملعب. صح؟ خش عليه. نشرها داروين سنه كام؟ داروين. داروين نوني. داروين مش عارفه. 1915. 1915 ويا لها من اجابه. 1920. نروح للتنين. سالتك انت. لا مؤاخذه لا مؤاخذه، انا فكرت الدور عليا. فكرت الدور عليا. ايناس لي بيبو. ايوه ماينس. اديله واحد ماينس من ما فيش منه. اسود يا جدعان. طب ماينس عشان الكلام، لسه ماينس عشان الإجابة. انت قلت كام؟ 15. انت قلت كام يا تنين؟ قالش. قول اجابتك. اسمع اجابتك. 1918. 1918. 1920. بيبو 1920. الا اولى الا دو الا تري. قلت كام يا كلاي؟ 1915. 1915 1918 1920. الإجابة 1859. انا اقرب واحد. تعرفها انت. انا اقرب. النقطة هتروح لكلاي انا هتسلب يا عم كده. وبيبو هيتماينس. لا حول ولا قوه الا بالله. بس انا حاسس ان هم حطوا تواريخ قريبه على اساس ان فعلا في السنه دي. انا كنت عايز اقول قبل كده اما سمعت ده قال يا 1920. ابني أول واحد ده الباقيين بيبنوا عليه. لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي ايوه كده. كده النتيجة الدنيا تشتغل. بيبو 3، التنين يا ساتر يا رب سالب 3، وكلاي 5. الحمد لله. وبعدين معاك يا تنين. جاي يا صاحبي بس واحده واحده. تعال. جاي انا معاك. السؤال اللي جاي في التاريخ للتنين. في أي سنة وقعت معركة عين جالوت؟ خلي بالك السؤال ده انت قلته المره اللي فاتت. هو مش الناس مش عارفه. ماشي غيره ماشي غيره عدي انا كده كده مش عارفه بس عديها. لا أعيده تاني. أعيده تاني. ماشي صح. كانت هنجلوت. السؤال اللي جاي للتنين ماشي سؤال في التاريخ. ماشي صح. السؤال بيقول في أي سنة وقعت معركة عين جالوت؟ انت كده عدته. فجير من العربيه من تفتح. أقوم أضربه والله المرة دي أقوم أضربه. إسراء فاكر أنت يا وبعدين يعني قول عليه وقت. تبع مين؟ كنت مع مين؟ الماسك لا ما تذكرش اسامي الناس بقى خلاص. مش اسامي. في أي سنة؟ اديني تاريخ. 850 يا صاحبي. سنة 850 ميلاديا ولا هجريا؟ 850 هجريا صح. 850 هجريا. طب بالميلادي تبقى كام؟ 1400 وحاجه. احنا في 1400 حاجه. بالميلادي لا بيتكلم في الميلادي. ميلادي. أو اديني تاريخ اديني تاريخ. نقوله 1415 مثلا. 1415. نروح لبيبو. اديني اجابتك. 1600 وكام؟ وبس. 1600 وبس. وبس. نروح لكلاي. لا اقول هجريا. لا اديني ميلادية. تحسن من الناس دي في حاجة؟ ما قال هجريا. لا ما انا قلت هو له رجع قولها قال لي له ميلادية. بس اسألها صح. على اساس هو بالظبط يعني انت عارفها أوي. انا فاكر انها 51 هجريا حاجه 51 هجرية. مثلا يعني. عين جالوت. ممكن تبقى 1000 لا ما هو 51 هجرية مش 1000. 1590. طب ازاي حاجه و50 هجريا و1500 طب ميلاديا؟ تعرف تحسبها؟ احسبها لي. خلاص عادي ولا ماشي، صح. يهمك اي حاجة. انا معاك. كده معانا 1400 وحاجة 1500 وحاجة 1600. جيبوا اللي الإجابة الصحيحة لنجم التاريخ
التنين وهي 1260. هو اقرب واحد للاجابه. الله عليك يا تنين، ما شاء الله. مذاكر تاريخ قبل ما يجي. بقت سالب 2 اهو. محبحها شويه يا عم. وانا بقيت 2. ماشي. وانا ادينا اي معلومات يا تنين، ادينا اي حاجه خارج الحلقه الناس دي تستفيد بيها، اديك نقاط. تاخد نقطه 2 3 4. انما انت ما بتديناش معلومات. اي معلومه بقى زي بالظبط. كده. في اخر الحلقه يا صاحبي هديكم معلومه حلوه. والله اه ماشي. وكده النتيجه بيبو 2، التنين سالب 2، كلاي 5. السؤال اللي جاي يا ساتر يا رب رياضه. السؤال والله حاسسني ما هعرفه، مش عارف هيبتدي من عند كلاي، وبعد كده التنين، اشمعنى طيب. وبعد كده بيبو. انت تعبتني، انا مش عارف اعمل معاك ايه. ماشي. مين اللاعب اللي لعب لريال مدريد وميلان وتشيلسي؟ سهل قوي، سهل قوي. ثواني يا عم، في ايه؟ بقولها لي ما عرفوا فيها حاجه. جبت له واحد فيها الصندوق. بتقول له يا تنين سهل. دي الصغيره أنا جدا. معاك 5 ثواني يا كل لوري. كوكا. كوكا. اللهم صل على النبي. باشا كوكا مين؟ ابتدت تندع. كوكا اجابه صحيحه. كوكا مين اللي اجابه صحيحه؟ كوكا مين اللي لعب في تشيلسي ده؟ يا بط بص. كوكا مين اللي لعب في تشيلسي؟ خلي بالك البرنامج ده شكله اقسم بالله مايكل اسيا. انت بتقول لي سهله ليه؟ الراجل اللي انت قلته ده بوظوا البرنامج. كوكا مين اللي لعب في تشيلسي يا عم؟ يا عم هي اتحسب كوسه مش عاجبك. كوسة ايه يا يا عم؟ مين هو يا عشان مين ابن منطقه ابن شرعه. اقسم بالله غلط. يا عم شات جي بي تي قايلها كده، انت هتراجع شات جي بي تي ده كان بيغششني غلط. اقسم بالله فتحته في بيبو الامتحان كان بيبو بيغششني بيبو غلط. انت هنا في برنامج محترم بعدين. مايك. الفاظ خارجه يبقى تطلع بره بعدين. يا مؤمن عايزنا ما ينصوا عشان الالفاظ دي. لا والله انا سكت بعدها يعني. ايوه ده مؤمن. اعتراض، ده اعتراض، اللفظ ما ينفعش. اعتراض والله اعتراض حرام. انت هتتماينس هات لي ويكيبيديا يا عم. ماينس ليه؟ نقطتين. لفظ خارج لفظ خارج ما ينفعش. انت في برنامج هنا محترم يا استاذ مؤمن. ادينا اي حاجه بقى. ابيس اتكترت عليا وانا مش عاجبني كده. انا اسفين يا بيبو. والله العظيم حرام. اسفين يا بيبو. هنلغي السؤال بعدين. بس نعيد ماينس السؤال، عشان نعيد الشتيمة. شفت انني بنعدل على شيء. شايف معايا عبقري. شات جي بي تي كاتب كوكا. ماينس برضه عشان الشتيمة. ماني لازم نلعب. شات جي بي تي كاتب كوكا ولا انا بعد كده هعدله دلوقتي. الحمد لله. كوكا مين يا عم؟ وبعدين بيلعب في الوقت ده تشيلسي. يا جدعان. كنت قلت اي اجابه غلط تاني. الله بس الله 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 بيتك الله على عشان- السؤال ده. السؤال ده هيبتدي من عند بيبو. بيقول لك بقى يا بيبو، نظريه ميكانيكا الكم. طبعا انت دارس فيزياء وفاهم. انت جايب كام يا 30 من 60. بدات فعليا مع ماكس بلانك سنه كام؟ مين ماكس بلانك؟ المصحف معاك. ماشي. نظريه الايه؟ المصحف مثلا. ميكانيكا الكم. ميكانيكا الكم. الكوانتم. كوانتم. انت ترجمتها لي كده انا فهمت. اوه أنت- شيت. انت معاك عمرو اصلا ثقافته انجليزي. ماشي يعني باذن الله سنه 1899. 1899. الرقم ده نروح بعد كده للتنين. اجابتك طب ممكن اعرف حاجه بس بعدين؟ اتفضل براحتك. هي ميكانيكا الكوانتم دي كانت بتاعتي. يا ابني يا ابني تعبتني. ما هو انا بتكلم في حاجه غلط. انا عايز لا، اعرف لا، لا. الميكانيكا ديت اتخصصت في ايه. بص هو في ميكانيكا مكن وفي ميكانيكا عربيات وفي ميكانيكا في كذا ميكانيكا. سألش أسئلة خارجة هو السؤال بص يا جدعان، براحته الراجل بيسال اسئله منطقيه. في حماده ميكانيكا بقى. رد يا مسلم. بص ميكانيكا الكم دي هي بتعتمد على حركه الالكترون، فانت مالكش دعوه بالتروس اللي في المكن دي. ايوه ما انت بقى وضح لنا بعد فيزياء. اذنك احنا بنتكلم. فيزياء يا عم، ما الميكانيكا التانية فيزياء برضو، ما تشغلش بالك. هي فيزياء. قولي العلم ده بقى اتأسس سنة كام؟ يا ريتك ما سألت. واضحة بقى كده. انا بجمع.
جمع معاك 5 ثواني تجمع فيهم اللي انت عايزه. كوانتم كوانتم 1000 اديني تاريخ يلا. 5 ثواني عدوا. 1890. 1890. كلاي اجابتك 1870. 1870، وكانت قريبة من العارضة، قريبة برشا، ويمكن تكون جت في العارضة وطلعت بره. الإجابة سنة 1900. كانت بيبو إجابته 1899. طب انا نقصت ليه؟ يا ابني انت زدت انا كنت واحد. صفر. أنت كنت صفر يا بيبو، كده حمو علي -1. وكده محمد علي هيبقى ماينص. ايوه 4. فالنتيجة هتبقى 1 بيبو، -2 التنين، ربنا يرجعه لينا بالسلامة، ان شاء الله. وكلاي 4. السؤال اللي جاي للتنين. ايه هي عاصمة البرازيل؟ برازيل بتاعت نيمار بقى وكاكا والناس اللي انت بتحبها دي، العاصمة بتاعتها ايه؟ عاصمة البرازيل؟ سافرتش هناك خالص؟ لا، نيمار اللي كان بيجي لي انا ما كنتش بروح. أنت فاهم؟ اه الله ينور، ماشي. في سوق برازيلي. عاصمة البرازيل. معاك 5 ثواني، اديني إجابة. مش عارفها صح. مفيش أي اسم، منطقة، حي، شارع، أي حاجة. اديني عنوان. عاصمة البرازيل. البرازيل. اه ماشي. كلاي إجابتك؟ ريو دي جانيرو. وربنا أنا والله ريو دي جانيرو. والله أنا. إجابتك يا بيبو؟ ريو دي جانيرو. للأسف. هي مين اللي للاسف؟ للأسف مش ريو دي جانيرو، اتغيرت. هي مش مين دي اللي متابعين ولا اتغيرت؟ ايه؟ هي مين دي اللي اتغيرت؟ شات جي بي تي اللي غيرها؟ لا بجد، بجد يا اتغيرت. حبيبي، استاذ مؤمن مش هيغلط. كمل يا استاذ مؤمن. نقطة بقى دي. الإجابة برازيليا. احلف بالله كده. والله برازيليا، اسمها برازيليا الجديدة. ده امتى الكلام ده؟ الفلوس دي بقى بتاعت انا يا باشا. ده اذا كان اولمبياد 2016 كانت اولمبياد ريو دي جانيرو. مش مهم، ما في مدينة ريو دي جانيرو بس مش في العاصمة. ما اقسم بالله كانت العاصمه يا جدعان. مش العاصمة. مش هتراجع ولا؟ خلاص يا خلي بالك بيعترض ياما دوت، ولو انا منك انا اعمل حاسس له. بظلم. طب ما كان دوري. كان دوري. طب كده انت جاوبت غلط. بقول لك ايه، خلاص. ماينص لبيبو، عمرو. انا بقى والتنين هياخد نقطتين. وياس. اول حاجة قال البرازيل وهي برازيليا، فهي قريبة في الحروف. تاني حاجة الراجل باحث في علوم ما وراء الطبيعة والتاريخ والجغرافيا والاجتهادات وابحاث ده علمية العادي اي كتيرة، بني ادم طبيعي يعمل فلازم كده نديله نقطة. يا ابني. خلي بالك انا بتزاول. ما تضحكش في ودنه يا بيبو، اضحك كده. ماشي. شايف استاذ محمد راجل قاعد راسي هادي، بسم الله ما شاء الله عليه، يعني ربنا يحفظه. الله يرضى. كده النتيجة غريبة شوية. بيبو 0، التنين 0، محمد علي في الصدارة ب4 نقاط وثابت على ال4. السؤال اللي جاي صعبان عليا نفسي. كمل. خلينا بقى نسمع السؤال بقى. كمل. كمل يا استاذ مؤمن. السؤال اللي جاي لكلود. السؤال بيقول في أي سنة تم توقيع اتفاقية سايكس بيكو؟ سوكس فيكم. سايكس بيكو قاعد جنبك. بتاعتك دي امسح كلمة السوكس دي من ديليت. 1965. 1965. التنين إجابتك؟ طب ممكن اعرف الاتفاقية دي كانت بينه مين ومين؟ كانت ناس كتيرة. بص دي سايكس وبيكو، دول شخصين، واحد فرنسي وواحد بريطاني. انت بتتكلم جد يعني؟ بتكلم جد يا عم. الاتفاقية دي اللي اترسم بيها حدود الشرق الأوسط.
ده من زمان. ما قلتليش المعلومة دي قبل ما اجاوب. انت لازم انتداء محمد، انا خلي بالك انت لو تاخد بالك انا ما جاوبش كده وخلاص. انا لازم اسمع كل حاجه وبعد كده اديله الهبده الصح. بعد كده جاوب غلط. دلوقتي فهمت ان سايكس وبيكون دول اتنين اتعاركوا مع بعض. لا يا صاحبي، هو الراجل على كلامه قال لك دي فرنسا ودي بريطانيا، ماشي. صح كده؟ لا انا قلت انجلترا. انت قلت بريطانيا صح. متاكد؟ خلاص يبقى خلي بالك عشان الناس هتتابع معايا على الحلقه واي كلمه غلط الناس هيقولوا لي حبايب قلبي. اجابتك سنه كام؟ 1948. 1948. انا متاكد من الاجابه دي. وهي لها من وكس. 1886. بيبو اجابته 1886، وواضح ان هو كان متاكد جدا من اجابته وواثق فيها، لكن للاسف الاجابه خاطئه. الاجابه سنه 1916 اثناء الحرب العالميه الاولى. ماشي بس اقرب حاجه. نعيد، نرجع تاني للفار ونراجع الارقام. 965. معانا 1965 و1948 و1886. 86. محتاجه آلة دي للاسف. تعادل. النقطه هتروح لبيبو بفارق 30 سنه، والتنين فارق ب 32 سنه. الحمد لله. اما كلاي اقسم بالله كنت هقول 84 بس الحمد لله ربنا الهمني اقول 86 مش عارف ليه، مع اني وربنا ما اعرف انت ليه حاسس ان هي اجابه صح؟ مش ليه عارف. ربنا الهمني؟ انا كنت حاسس ان انا وبقول تم ترسيم بقى حدود الشرق أصل أنا كنت بشوف باب الحارة. دماغك. اصل انا كنت بشوف باب الحرب. انا عايز اسمع عمرو بيقول ايه، معلش. بتقول ايه يا تنين بعد لا اذنك؟ صح مفيش اي حاجه، انا تمام يا صاحبي. والمصحف الاجابه اللي فاتت كان يا عم خلاص كان بيقول له زعربان والمصحف قال له الاجابه زعربان. يا صاحبي ده في البرازيل يا صاحبي، يا زعلفانه ولا انا البرازيل، الراجل اللي كان بيفوقني ان انت زي على مساعدك يا عم. حبيبي صار انت عايز. يا رب. كده النتيجه بيبو 1 التنين 0. وارجع لينا يا تنين، معاك يا صاحبي. كل الجماهير معاك وكل الشعب معاك. وكلاي 3. السؤال اللي جاي التنين ده هيروح للتنين ثم كلاي ثم بيبو. كورة ده اكيد. طبعا رياضي. من اللاعب الذي لعب لمانشستر يونايتد ثم ريال مدريد ثم يوفنتوس؟ هتجاوب تنين. كريستيانو رونالدو. الله عليك. كريستيانو رونالدو. الله الله. ما فيهاش كلام دي. اسم التين واضحه. خلاص بقى هو ماينس ماينس يا عم. ماينس بيبو. انت بتعمل ايه يا عم؟ يا عم لا بالله عليك خلاص. عشان تعترض، احنا ناس قاعدين محترمه بناخد نقط بمجهودنا. عايز ازمر أنت بس فاهم؟ ما ينفعش. تزمر اللي هو صوت العربيه ولا حاجه ثانيه ماينس صوت عليها؟ العربية. صوت العربية. صوت العربيه لما نركب العربيه خليك تزمر. حاضر. ماشي يلا. وبعد الريمونتادا من التنين حبيبي ان شاء الله عليك يا فوقتنا اللي فاتت دي، اقسم بالله انا قاعد بسمع فوقتنا اللي فاتت. مستنيه يقول يوفنتوس. الرجعه فجعه، الرجعه فجعه. الله عليك. انا لما بقول ببدل قول. الصراحة السؤال بتاعك كان صعب. كده النتيجه الحلقه دي تنزل بعنوان سقوط بيبو واكتساح الادبيس. اقسم بالله اقسم بالله هتجيب ريتش. ماشي. كده النتيجه بيبو 0 التنين 2 كلاي 3. سمعنا صوتك يا كلاي. يلا اسألني. السؤال اللي جاي للتنين. يا عم ده سؤال انا اللي صف. بتعترض ليه يا حبيبي؟ بتعترض ليه؟ انا حر، انا عايز ارجع السؤال ده بقى تاني لا عليك لبيبو. ما تزعل. السؤال لبيبو. السؤال بيقول ايه هي اللغه الرسميه في دوله البرازيل؟ برتغالي. انت متاكد من الاجابه دي؟ والمصحف متاكد. ازاي؟ دي البلد الوحيده اللي في امريكا اللاتينيه بتتكلم برتغال والباقي بيتكلموا اسباني. صح ولا انا غلطان ولا ايه يا جدعان؟ لو غلط نجاوب. لا بالله عليك قول لي صح، يعني ان شاء الله صح. يا غلط. بس عشان زعل. بيبو اجابه صحيحه، تصب ياخد نقطتين. فاموس. وطبعا التنين في حاله صمت
ومحمد علي كلاي في الابتسامة المعهودة ليه، منافسة مشتعلة يعني. والماتش متولع. 2 بيبو، 2 التنين، 3 كلاي. ربنا يستر من اللي جاي يا رب. اللي جاي احلى مع فاتيكا جيل، مفيش مستحيل. بيقول لك مع فاتيكا جيل مفيش مستحيل. هو مفيش فاتيكا ومفيش جيل ومفيش مستحيل ومفيش حاجة خالص. السؤال اللي جاي هيروح للتنين. السؤال بيقول ايه هي عاصمة دولة كندا؟ عبد كامل. عاصمة كندا صاحبي؟ كندا صح. كندا. إجابة منطقية. بيبو إجابتك. وتاوي. رجع المايك تاني، ماينصه عشان حرك المايك. تيجي جنب المايك ليه؟ طب استنى، أيوة دي صح. 2 وماينس من الاثنين. طيب لا أنا هماينص الأول ايوه وبعد جدع. كده أقول إذا كانت إجابة صحيحة ولا مش صحيحة. والقرآن اوتاوا هي غيرها، غيروها ماشي. لو غيروها ماشي. انا اتبهدلت في الحلقه دي، انا طالع ابن ناس في ال3 حلقات دول. أوتاوا إجابة صحيحة تصل بيبو. وكده النتيجة بيبو 3، التنين 2، كلاي 3. بيبو هيتماينس تاني. ولا ما عملتش حاجه، لا يا عملت. ابني يا ابني، ما خلي بالك انت كده هتحولني. ما عملتش حاجه. انا هضرب عليك طب من بالله عليك الحلقه. انت مش تنين. شايف؟ وانا مش عايز اتكلم عشان خاطر راجل محترم دوت. انا انت ساكت لسه من اجل هماينصك استاذ يا مؤمن. تنين بس انت رجعت تاني. انا بقول لك انا مش عايز. انا كنت لسه حالا. ما انا بقول انا ساكت من اجلك يا استاذ مؤمن. محترم. هو صدعني وقاعد بيرغي في ودني والشغلانه كده مش هتنفع. واحده واحده كده، الراجل ما بيتكلمش، الراجل قاعد محترم طول الحلقه. ثبتك مش صعبان عليك. لا مش صعبان عليا. كمل يا استاذ مؤمن. كده النتيجة 2 بيبو، 2 التنين، 3 كلاي. ده لسانك هات. السؤال هيبدأ من عند بيبو. سؤال في الكيمياء. H2 ايه؟ بيستهزر H2O. اشرف، بيستهزر والله بيستهزر. كلمة بزيد بالشام. بالشام ولا عندنا خرب الدنيا في عرض كده. انت عارف كان ايه السؤال؟ ايه؟ مما يتكون الماء. احلف بالله. بس انا لغيته خلاص عشان انت جاوبت قبل ما اقول السؤال، ايوه انت المفروض تتماينس. فعادي. السؤال الوحيد اللي في حياتي عارفه في الكلمه. سبحان الله كنت هتاخد النقطة. طب احلف بالله كده. اوه والله أوه. السؤال كان بيقول ايوه الماء بيتكون من عنصرين ايه هما؟ بس خلاص للاسف السؤال اتلغى. الهيدروجين يا صاحبي والنيتروجين. لغنت اسكت انت تنين. هطلبك بعدين. الاكسجين الاكسجين هطلبك اكلمك انا تنين. انت ماشي. تمام زي ما انت عشان ما تتماينص بس. نعم. انا اتناقشت مع لجنة الحكام ورجعنا للفار ورجعنا للشخص اللي حاطط الاسئلة ورجعنا لرئيس الامم المتحدة وهو قال لنا دلوقتي ان احنا هنغير السؤال او نلغيه، فاحنا قررنا نلغيه. تمام. السؤال لبيب. السؤال بيقول نظرية الموجة والجسيم. هي ما فيش غير نظريات يا استاذ مو. انت معترض يا بيبو؟ لا والله ما معترض. حاسك معترض. لا والله. نظرية الموجة والجسيم في الفيزياء ظهرت مع أي عالم وسنة كام تقريبا؟ ولازم اقول للعالم؟ لو جاوبت دي أو دي تتحسب لك. جاوب أي حاجة. ما اعرفش العالم، والله ما اعرف العالم، بس قول 1920. 1920. التنين إجابتك. مالك يا تنين؟ انا بجمع بس، انا باخد كده وقت مع حالي كده وبعد كده بقوم رايح قايل لك الاجابه. معاك 5 ثواني. إجابتك 1905. و5. حلو حلو و5 يعني مباغتة ومختلفة وجديدة.
كلاي اجابتك 1930. 1930. للاسف اللي هيتماينص هو التنين، والنقطة هتروح لبيبو، والإجابة هي سنة 1924. كده النتيجة 3 بيبو 1 التنين 3 كلاي. السؤال اللي جاي في الجغرافيا، وهنبتدي من التنين ثم كلاي ثم بيبو. السؤال بيقول ايه هي عاصمة تركيا؟ اوكرانيا. ايه ما سمعتش الإجابة؟ اوكرانيا. اوكرانيا. بس يعني حاول ترتب حلو. يعني كنت سامع انا فيلم الديلر بتاع احمد السقا اما سافر تركيا. كان في تركيا. ماشي. عاصمة تركيا ثواني كده مؤمن. طب ايه اللي حصل في الفيلم بعد كده؟ اما علي، رجع مصر تاني. لا اما علي اما قعد يخطب الخطبة كده. لا بس ما كانوش كانوا في تركيا. في اوكرانيا. لا. انت في اللي أوكرانيا يا كان عم. فين؟ عاصمة تركيا حمامس. كان حمامسي. ايوه انا اللي حمامسي راح ايوه هي دي. ايه شكرا يا تنين، شكرا على اجابتك. كلاي اجابتك اسطنبول. كانت اسطنبول بقت اسطنبول. أنقرة. اقعد بس اقعد، جاتك 60 خيبه. أنقرة. أنقرة إجابة صحيحة تصل. كانت في فيلم لما صلى على النبي بتاع سمير وشهير وبهير لما اصطاد البت قال لها هيسألوك ايه عاصمة تركيا؟ قامت قايله له أنقرة. أقول لك على حاجة، كلاي هياخد نقطتين، والتنين هياخد نقطتين، وبيبو مش هياخد ولا نقطة. بتكلم كده عشان تتميز. الله ينور عليك يا تنين، عايزينك تدينا معلومات كده وأدلة وبراهين على الإجابات. حبيبي بس انا شفت جبت لك برضو الدليل برضو انت معاك. أكيد طبعا، حبيبي يا استاذ المصادر بتاعتك دي مهمة جدا في حلقاتك. حبيبي يا استاذ. السؤال اللي جاي هنبتدي من عند بيبو ثم التنين ثم كلاي، بس للأسف مش هنوصل لا للتنين ولا لكلاي. جاوب خلاص. كورة. انت فايق قاعد معاك. في أي سنة سقط شاه إيران؟ إيه؟ وبعدين بقى 1600 1600 1617. 1617. التنين إجابتك 1750. 1950. 700. 1750. كلاي إجابتك 1975. 1975. وي 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 النقطة بتروح لكلاي، نقطتين بس ازمهم عشان تتعب أوي. ما انا كده اتماينص كلال. وبيبو بيتماينص فلالي، والتنين على وضعه يا باشا. فكده النتيجة بيبو 2 التنين 3، متفوق على بيبو بنقطة، وكلاي 6. اتكلم يا ذكر كده والله يا حاج. السؤال اللي جاي لبيبو، والله يا حاج. السؤال بيقول مين اللاعب اللي لعب لأرسنال ثم برشلونة ثم تشيلسي؟ اجاوب سيسك فاب. عندك إجابة يا أستاذ عمرو؟ لا الراجل اتكلم بقى مش هينفع. صح؟ هو قالها صح، هو الراجل قالها صح، انا كنت عارفها بس هو قالها صح. هو يتفوق عليا. وأنت يا أستاذ محمد؟ لا الإجابة صحيحة. إجابة صحيحة.
يعني اجابه صحيحه. عاش يا بيبو، فخر الكره ما المصريه. تسقفش اللي هو كده كده عارف. كده النتيجه 4 بيبو، 3 تنين، 6 كلاد. مع العلم ان السؤال اللي جاي هو السؤال الاخير في الحلقه. ازاي طيب؟ ازاي؟ يعني انت جاي تبلغنا قبلها بسؤال؟ انا بسأل بس بسأل يا عم بسأل. الصرخه دي بقى فيها ماينس والله 2. بسأل عادي يا عم، احسبهم يا عم، ده انا هتلاقيني خلصت يا عم 15 نقطة ولا حاجة. خلاص والله سكت طب سكت. ما انت 4 لو كنت جاوبتها كنت هتبقى متعادل، كنا هنلعب ايه؟ والمصحف لو جبتها مستحيل، انا عارف انها مستحيل والله. انا جاوب بس هتتماينس. يا عم قول طب السؤال قول يا عم، وابقى خسرت وهي. انا بس مش هماينصك علشان بس الجماهير ما تقولش ان انا مستقصدك، وعشان انا استشرت لجنه الحكام، الحكام قالوا لي لا سيبه المره دي، هو هيعرف غلط. انت متعصب؟ لا ده اللي كده. السؤال هيروح للتنين، ثم بيبو، ثم كلود. لما ما بنسمعش صوت كلاي من ساعتها. سبحان الله جايب 6 ما تعرفش جابهم ازاي. ربنا يحفظ يا عم. السؤال بيقول يا تنين، ايه هو اكبر محيط في العالم؟ هات الاطلنطي. المحيط الاطلنطي. هي قريبه بصراحه. الهندي طيب. والله انت اللي هندي. بيبو اجابتك محيط الهادي. المحيط الهادي، وبتقولها وانت هادي. ازاي يا جدعان؟ ازاي الحاجات دي تالتة اعدادي وتانية اعدادي؟ والله انا مش عارف الحاجات دي. خلاص الواحد برضه الشغل بينسى. عم اسالني فيها حاجه في الكهرباء دلوقتي. كنت جايب كام في الدراسات في تانية اعدادي وثالثه لا اعدادي؟ انا كنت شاطر في الدراسات. كنت جايب كام؟ 30 من 60. لا ساعات بوصل جايب 59 ونص من 60. انت كداب، هي اصلا كانت من 20. كنت جاي خلاص 19 ونص. هو كان فرق نص نقطة بس انا مش متذكر. انت فاهم 59 ونص ولا والله انا 19 اللي ونص؟ هتجيلي نقطه منك. كده التنين اوت، وبيبو 6 وكلاي 6. هنلعب سرطان. ما انت هتلعب اكسترا تايم يا ريس مؤمن لو سمحت بعد اذن تروكس حضرتك. ده لو هنلعب انا حاسك هتعترض. لا والله ما ما هعترض. تقلبش. خلي بالك بالك دي- اقتراح. اللي انا عارفه هات ده اقتراح. برشام يا صاحبي. هو البرشام بيطلب معاه بلاك. انت بتقربع ايه بقى؟ ما تديش بتجيبني منين طيب؟ يا عم بالله عليك ما تدي سؤال واحد. الصنف بتاع دمنهور ده كله فيستك. تعال بقى اديك حاجه من عندنا تروق عليك. اسمع مني بقى. لا قصده على حلويات يعني، الراجل بيتكلم في الكلام الكويس ايه عشان عاصمة ايطاليا؟ في موسم وكده. مفيش المرجوك. خالص. انت بتزودني منك والله. والله ما قلت حاجه، والله ما قلت. هيمنصك والدنيا هتخرب دلوقتي وكلنا هنتماينس هتبقى حالتنا. مساك. نور الدين يا استاذ محمد، والله شرفتنا في الحلقه وانا سعيد بالقائد عشان جدا انت موجود بس. والله وبشكر كل واحد الشكر. لين واحد لين بعد ما نخلص. وبشكر الاستاذ رامي سعيد. الجميلة دي. حقيقة انا شرفت معرفتك. السؤال اللي جاي اللي يلحق، لا الكلاي ولا البيب، اللي يلحق، الشاطر اللي يلحق. والتنين هيبقى ليه حق التعليق بس ملوش حق الإجابة، لأنه حتى لو جاوب مش هياخد نقطة، ولو إنه ممكن يكون عارف إجابة السؤال ده. السؤال بيقول إيه هي عاصمة كازاخستان الحالية؟ السؤال تاني؟ خلي بالك انا عارف بس مش هجاوبك. يعني انت قلت لي ما تجاوبش. أنا مش عارف تعبق. طب انا هسال يعني سؤال. كازاخستان. ينفع احنا الاثنين نغير السؤال؟ يعني نقول ان احنا عايزين هي نغير السؤال يا بس. بعد اذنك استاذ مؤمن، لما أسمع إجاباتكم الأول. هي يلا قرر. كازاخستان دي في باكستان.
لا هم بصوا هم كازاخستان، فهم في كذا واحده كازاخستان ففي موضوع كبير. لا انا كده بستفسر بس، لكن السؤال كده انا عارف الاجابه. ايه بقى؟ ما مش هينفع اتكلم، انت قلت لي ما لا صح تمام، تتكلمش. انت كده صح. انا كنت بوقعك على فكره بس لا انت بس صح. انت عايز تماينسني اكتر من الماينس اللي انا فيه دوت، الدنيا هتخرب كده. ايه هي عاصمه كازاخستان؟ كازاخستان. اجابتك يا بيبو؟ خستان. اجابه مختلفه شغل وكريتيف. دماغه شغل دماغه. فبما ان الاجابتين قريبين من بعض عيد السؤال. هناخد سؤال تاني، ولا انت ايه رايك يا تنين؟ انا رايي يا استاذ مؤمن طبعا تسال الاعضاء اللي معاك، الناس اللي معاك، استاذ مينا رئيس لجنه الفار، واستاذ عمرو مساعد مجلس الاداره. تسالهم كده وتقعدوا كده قاعده مع بعضيكم وتسالهم، لكن انا ضيف شرف. نراجع الفار وانت عارف. ماشي يا زميلي. فستان. يا عاصمة كازاخستان دي تتارستان. ايه؟ تتارستان. تتارستان. ولا انت بتجيب معلومات قيمه بس مش عارف بتجيبها منين؟ يا تتارستان دي انا اسمع ان هي فيها نسبة الأنوثة عالية، في روسيا بيتهيألي تتارستان دي، تحت شويه. صح كده؟ ايه بقى المعلومات اللي فيها ايه حوار؟ لا حوار البنات اللي فيها دول بيقول لك تروح هناك تتجوز، يدوك مرتب شهري بالدولار وبيت ويجيبوا لك أسرة وتقعد هناك يجيبوا لي اسره. تظبط الدنيا يعني هناك، يصلح حالك هناك. انت هتروح تعمل ايه كده؟ انا اروح اتجوز من هناك. ما انت واخد اسره جنب. ايه؟ انت ما بتقول انا اعمل اسره بقى، ما مراتي دي هتبقى الاسره وكل حياتي. سامع ام العيال؟ جروح عليك اهو في الفيديو. السؤال اللي جاي برضو التنين هيبقى عارفه، وانا متاكد من ده، لان هو سؤال في الادب والشعر. يا نهار لا اسود الشعر ده انت فاهم لعبتي. انا فاهم طبعا، الحمد لله يعني. لكن مش هناخد اجابته، هنعتمد اجابه كلاي وبيبي. السؤال بيقول: مين الشاعر صاحب قصيده نهج البرد؟ مين؟ من الشاعر صاحب قصيده نهج البرد؟ مفيهاش كلام، دي سهله. نهج الايه؟ نهج البرده. البرده. حلواني. لا نهج البرده صاحبي. عايز تعرف مين؟ قول له انا هقول لك. محمود سامي البارودي. محمود سامي البارودي. بيبو اجابتك جبران خليل جبران. جبران خليل جبران، ربنا يكبر بخاطرك. الاجابه الصحيحه. طب ما تسال السوكس يمكن عارف. ما السوكس عارف بس ما ينفعش اساله، هيبوظ مين الحلقه. السوكس؟ مينا كده انت هتبوظ كل حاجه، اللوكيشن آسف. هيبوظ كده. انا اسف يا صاحبي انا اسف. بعد الرجوع للجنه الحكام، الحكام قرروا ان هم حابين يسمعوا رايك في النقاش الداير ده. يلغوا الحلقه. محمد شوقي اكيد. لا يا عم. مين محمد هو شوقي. شاعر قصيده نهج البرد؟ حافظ ابراهيم. حافظ ابراهيم. حافظ السحناوي. طب فكر تاني طيب. طب لو عندك اجابه تانية ممكن تجاوبها، هيبقى مين؟ عشان هو مش حافظ ابراهيم. امال ايه؟ ناسي ابراهيم تاني. لا حافظ حاجه تانية. نهج البرده. نهج البرده دي حد قالها قدامي قبل كده. الدنيا البورده. هو بيشبه على اخ ليه. نهج البرده. نهج البرده. خلي بالك اللي قالت البتاعه دي واحده ست. بالله عليك. اللي قالت الشعر دي واحده ست. لا قال لك بقى من شات جي بي تي، انا هديك المعلومه الصح. ايه بقى هي؟ الحته دي اتقالت في فيلم. طب مين طيب اللي قال؟ لو قلت لي الفيلم ممكن ارجعك للماتش تاني على فكره. اللي هو بتاع رامز جلال الفيلم ده. اسمه ايه طيب؟ بتاع فكرني حبك نار يا بالمشهد. صاحبي. ايه؟ حبك نار. حبك نار. بتاع رامز مصطفى جلال؟ قمر ورامز جلال والولد ابو ودان ده اللي اسمه اسمه هريدي. اسمها ايه الممثله المشهوره؟ نيللي كريم. نيللي كريم. نيللي كريم اللي قالت الحته دي. قالت له ايه؟ قالت ايه بس؟ هي اللي قالت نهج البارود. هي اللي قالت قصيده نهج البرد. صوت نيللي كريم. صح كده؟ اجابه صحيحه. تاسع. اطلع بره. دي ضصه بجد، بس ضصه في حاجه تانية. حبيبي استاذ مو. الاجابه الصحيحه الشاعر حبيب الكل احمد شوقي. احمد شوقي. يا نهار اسود. ده حبيبي. ده حبيبي انا.
خلي بالك انت هقوم بقى من جنبي عشان انا كنت هقول. ازاي ده انا حافظ يا نهار انت من اسود، الصبح يا الراجل جد. واحد كل شويه اقول احمد شوقي احمد شوقي. في الاخر يا جماعه اللي غفلك. لا بصراحه ارض لك، شابوه لجنه الحكام وشابوه الاستاذ مؤمن والله. انتوا عرفتوا تضحكوا عليا. خدوني في الكلام وقالوا لي ريم البارودي وشغلانتهم كانت شغلانه. مين رين دي؟ هي النهج البارودي. جبروت. هنعيد السؤال تاني لكلوي وبيبو في الشعر برضو. السؤال بيقول مين الشاعر اللي قال البيت التالي؟ السؤال ده سؤال سرعة، اللي هيجاوب الأول هيكسب. الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح متنبي. عندك إجابة منين؟ احمد شوقي صح. عندك إجابة كلاي؟ متنبي. انت قلت ايه؟ الفائز بهذه الحلقة ما تصدمنيش وتقول لي هتكون عامله لي مفاجاه طبعا. وكل سنه انا جبتها صح، بس انت ايه الكاميرا الخفيه كنت وكده. هقول محمد هنيدي والله. كان ايوه في رمضان بقى. انا كنت مستناها منك دي، خلي بالك يا تنين، كنت اديك عليها بوينت. ما كنت قلت لي رمضان مبروك ابو العلالة. ناس اسمه فاتتني دي. للاسف التنين بيخسر معانا الحلقه ويكون في المركز الثالث في المؤخره، وكلاي في المركز الثاني، اما بيبو 4 وين ستريك الحمد لله. فهو الفائز بحلقه النهارده. لا ما تسلمش عليه في السنة. شكرا ليكم. الحمد لله الحمد في النين، في معلومه انت قلت هتقولها لنا في اخر الحلقه ما قلتهاش. لله. صح والله الله يبارك عليك. انا بس قبل ما التنين يقول حاجه، انا عايز اقول لكم انا عرفت حوار المتنبي ده منين؟ من الكوميكسات، عشان انا بلعب شطرنج، فكوميكسات الشطرنج كان بيجيب الحصان على طول هيلع عيون يحاول المتنبي وكده. يكتر في موضوع فاطميناصوص. انت والله لولا ان انت يعني الماتش خلاص كنت اديتك واحد سالب. انت اديتني وحايد، انت اديتني وحايد سوالف. الحمد لله الحمد لله. طارت ولا ايه؟ نعم. خلي بالك يا صاحبي، الحلقه دي انا مش هعديها، ولا انا ولا حمو وعلي كلو. انا استنى تحت. ماشي، ومش هتشوفوا اياها في الحلقه الجايه عشان اكون بس عشان كل مره يكسب كده، الشغله دي مش نافعه. انت الحلقه الجايه كنت اتقبض عليك صدقني. انت جبت سيره اخواتك وسيره البياعين. يا عم مين يا صاحبي؟ ما جبت سيره حد يا صاحبي، كل اللي اتقال لي اشاعات، وانا واي حد اخوات ماشي من الناس اللي انا اتكلمت عليها. طب ايه المعلومه اللي كنت هتقولها لنا في اخر الحلقه؟ المعلومه صعب اللي انا كنت اقولها لكم ان يا شباب، لازم اول حاجه ما حدش يعتمد على حد، ما حدش ينفعك غير دراعك، ثم اول حاجه يعني ربنا، ثم دراعك، ثم ابوك، ثم ما تعتمدش على حد صعب، عشان ما حدش هيتلبس في الرجلين ولا يتقهر من الرجلين. ونهايه الحوار انتظرونا في الحلقه الجايه في رمضان ان شاء الله. برنامج تاسع وشبه.